تعالوا النهارده يا شباب اقول لكم على حاجات غريبه حرفيا مش هتشوفوها غير في المانيا الجزء الثاني. طبعا لما بتشوف طفل اشقر شكله جميل جدا على طول بتعوز تجري عليه وتبوسه وما تسيبوش خالص. الصراحه ديت حاجه بتضايق جدا الاطفال عزيزي المشاهد، ولكن في المانيا او في بعض الدول الاوروبيه فاحذر من بوس الاطفال، لان الاهالي البعض منهم طبعا مش كلهم بيفهم انك بتحبه، ولكن حب عن طريق الغلط. ومن كام يوم بقى وانا ماشي في الشوارع الالمانيه لقيت مواطن كده عادي ماشي ولازق في الجاكيت بتاعه من ورا ورقه وكاتب عليها احد التعليمات اللي لازم قبل ما تتعامل معاه تكون عارفها. بالنسبه بقى لعمليه هدم البناء هنا، فلو انت خدت سنتي واحد بس الدوله مش هتسيبك في حالك. طبعا المساحه ديت كلها كان يعتبر مبنى كبير جدا وتحته محلات تجاريه، فصاحب الارض لما هد المبنى كان عايز يعمل حاجه جديده فاخد سنتي واحد بس زياده من الاراضي هنا. فالحكومه الالمانيه بقى لها اكتر من سنتين دلوقتي موقفه له عمليه البناء، والموضوع ده مشهور جدا في المدينه اللي احنا عايشين فيها. فحتى لو انتوا خدتوا بالكم الزرع بقى موجود في كل مكان في الارض.